السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية مباراة النادي الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل 0-0. طبعًا الأولوية كانت للنادي الأهلي، النادي الأهلي كان الأفضل في الشوط الأول، الماتش كان يخلص 4-0 الشوط الأول من الأول، بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على التعادل، وأكيد ربنا يشيل لنا الأحسن إن شاء الله يعني. فكل اللعيبة والله العظيم ما فيش لعيب قصّر، كل اللعيبة كانت رجالة، كل اللعيبة لعبت بروح، وأدينا شُفنا برضه محمود حسن تريزيجيه برافو 10 على 10 والله العظيم كان أحسن لاعب في المباراة. محمود حسن تريزيجيه عمل مباراة كويسة جدًا، في لاعب تاني كان كل دقيقة يخش يكاسر، يخش يعمل معاه فاول، بيخش عليه تدخلات عنيفة عايز يصيبه. برافو محمود حسن تريزيجيه، وعندك برضه بن رمضان برافو، وعندك برضه إمام عاشور برافو، إمام عاشور بس لولا الإصابة منعته، وعندك زيزو برضه، وعندك الشناوي، وعندك مروان عطية، وعندك ياسر إبراهيم وأشرف داري. لو اتكلمنا على اللعبة كلها مش هنديها حقها والله، كل اللعيبة كانت رجالة، كل اللعيبة لعبت مباراة كويسة، وأتمنى إن المباراة الجاية نكون اتعلمنا من الفرص اللي ضاعت في المباراة ديّة، نستغلها في المباراة الجاية عشان المباراة الجاية هتبقى أصعب من دي بكتير. كل اللي بيقول لك منافس إنتر ميامي منافس ضعيف والكلام ده كله، ما فيش مباراة في المجموعة ضعيفة، هي تكاد تكون المباراة الأقل نسبيًا عن المباريات اللي جاية، إنما هي مش مباراة ضعيفة، نادي إنتر ميامي فريق قوي جدًا يعني، عنده لعيبة مميزة، عنده ميسي وعنده سواريز وعنده لعيبة كتير. فالحمد لله يعني على التعادل، وإن شاء الله، إن شاء الله نقدر نصعد من المجموعة بأمر الله. وأنت شايف مين أحسن لاعب في المباراة؟ وقُل لي أنت شايف مين أحسن لاعب في المباراة؟ أنا شايف بالنسبة لي أحسن لاعب في المباراة هاقول لك في الفيديو اللي بعد ده، فيديو تقييمات اللعيبة تمام؟ وبالنسبة لحسين الشحات التبديلات اللي نزلت حسين الشحات زي الزفت، كل ما ياخد الكورة يمشي شوية ويجع، يمشي شوية يجع، ولا عارف يلم ولا عارف يباصي ولا عارف يشوط ولا شايف منه أي حاجة. بالنسبة برضه للمدير الفني النهارده أنا شايف إن هو برضه كويس، يعني الشوط الأول كان في تكتيك جامد، الشوط التاني برضه كانش عايز يجازف، ما كانش عايز يهاجم، عشان لو هاجم كان خايف يلبس هدف. ف خوسيه ريبيرو لحد الآن كويس، واللعبة برضه كويسة. أتمنى إن إحنا نستمر على الوضع دوّة، ونلعب أحسن من كده، بس نستغل الفرص اللي بتيجي لنا، إحنا بنضيّع فرص كتير يا جدعان والله، والله العظيم بنضيّع فرص. يعني إحنا مباراة امبارح دي تخلص من الشوط الأول، ده أنت الشوط الأول كنت كسبت تمام، نزلت الشوط التاني نزلت اللي أنت عايز تنزله يا معلم، أنت كده كسبان. أتمنى النادي الأهلي يشتغل على الهجمات الضايعة الكتير دي، وإحنا في الماتشات الجاية هنحتاج الهجمات دي، المفروض الهجمات الجاية المباريات الجاية أقل هجمة بجون، أقل هجمة بجون على طول ما فيش تفاهم. أنت هتلاعب بالميراس المباراة الجاية، بالميراس فريق قوي، فريق قوي جدًا، وبعدها مباراة بورتو، فأنت أقل حاجة لازم تكسب مباراة منهم. تقول لي إزاي؟ ده ما أعرفش، أنت لازم تكسب مباراة منهم عشان تصعد من المجموعة، أنت لو ما كسبتش